الكائنات وحيدة الخلية قد تكون أوليات وقد تكون حقيقيات. طب خصائصها كلها بتتكون من خلية واحدة غير متخصصة. أنا راضي ذمتك يا صديقي، كائن ما عندوش غير خلية واحدة، الخلية دي هتعمل إيه؟ أكيد هتعمل كل الوظائف الحيوية، هتعمل تنفس وهتعمل إخراج وهتعمل نقل وهتعمل. يبقى إذا الكائنات وحدة الخلية خلايا غير متخصصة تقوم بكل الوظائف اللي تكفل إن الكائن حيتم عايش. الكائنات وحدة الخلية كائنات مجهرية لا ترى بالعين المجردة، لازم ميكروسكوب ضوئي يا إلكتروني، والميكروسكوب هو المجهر. تمام؟ تعال بقى ناخد أمثلة للكائنات وحيدة الخلية. احنا خدناها من شوية اسما. خدنا وحيد الخلية أولي اللي هو البكتيريا، وده شكل البكتيريا، هتشوف كده ما فيهوش غشاء نووي. وخدنا وحيد الخلية حقيقي النواة، كان مين أول واحد؟ كان فطر الخميرة، كلنا بنسمع عنه في صناعة المخبوزات، اسأل ماما. بعد كده خدنا اليوجلينا، خلاص ادي شكل اليوجلينا، وهتعرف ان ده صوت هنعرفوه في الدرس اللي جاي بيستخدم الصوت في ايه. تابع الفيديو اللي بعد كده. بعد كده هنعرف الاميبا واشكال الزوائد دي اسمها ايه، هتعرف بعد كده ان اسمها اقدام كاذبه، هنعرفها الدرس الجاي. اخر شيء هي البراميسيوم. البراميسيوم برضو الزوائد دي اسمها اهداب. يبقى اذا الاربع امثله اللي انت شايفهم ورا دول عباره عن 1 2 3 4، دي وحيده الخليه بس حقيقيه النواه. اما ده واحد وحيده الخليه بس اوليات النواه، يبقى 1 و4.